السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مصري إيجابي. هنتكلم النهاردة عن المنح والتدريبات المهمة جدا اللي بتوفر للشباب فرصة ذهبية في الحياة بتاعتهم بعد التخرج أو حتى قبل التخرج. لو أنت خريج أو طالب في جامعة وعايز تدي دفعة قوية لكاريرك في عالم التكنولوجيا، اسمعني كده. النهاردة هنتكلم عن منحة 9 شهور من معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، ودي واحدة من أقوى الفرص اللي ممكن تغير مسارك المهني. ايه المنحة ديت؟ يعني هي عبارة عن ايه مثلا؟ منحة ITI اللي بتقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي برنامج تدريبي مكثف لمدة 9 شهور، معمول مخصوص عشان يأهلك لسوق العمل في مجالات زي البرمجة، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، وكمان تصميم الجرافيك والألعاب الرقمية. يعني باختصار لو عايز تبقى محترف في التكنولوجيا دي فرصتك. المنحة دي ممولة بالكامل، يعني مجانية 100%، وبتخرج أكتر من 20,000 شاب عملوا نجاحات في مصر وخارجها. طيب مين يقدر يقدم؟ لو أنت مصري الجنسية، خريج جامعة مصرية من 2021 ل 2025 من أي كلية، مش شرط هندسة وحاسبات، يعني تقديرك التراكمي جيد أو أعلى، ماشي، خلصت الخدمة العسكرية أو عندك إعفاء، عندك خلفية بسيطة في التكنولوجيا وبتعرف إنجليزي. طيب إزاي نقدم؟ هندخل على الموقع الرسمي ل ITI، اللينك بتاعه هيبقى مرفق في البوست. اعمل حساب واملى بياناتك، ارفع الأوراق المطلوبة. طيب ايه هي الأوراق المطلوبة؟ بطاقة الرقم القومي بتاعتك، شهادة التخرج، شهادة الخدمة العسكرية لو انت شاب. اختار الفرع الأقرب ليك، سواء القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط أو غيره. اختار المسار اللي انت عايزه. لو نجحت في الاختبارات التحريرية كلها، سواء ذكاء اصطناعي، انجليزي، تقني، هتعمل انترفيو شخصي وتكنيكال. معدل القبول حوالي 10%، فحضر كويس. طيب ايه المواعيد المتاحة؟ التقديم بيفتح عادة في يوليو أو أغسطس، والتدريب بيبدأ في أكتوبر، وآخر موعد للتقديم للدفعة 46 كان 8 أغسطس في عام 2024. فتابع انت بقى الموقع الرسمي أو صفحة ITI على فيسبوك وإكس لميعاد التقديم الجديد بتاع سنة 2025. شكرا لاستماعكم لحلقة النهاردة من بودكاست مصري إيجابي.